السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي. أنا لؤى. بما إننا في الشتاء والجو ساقعة، يلا بينا نعمل شوربة لذيذة جدا مشبعة جدا. وجبة متكاملة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. بالعدس الأسود اللي هو العدس بجبة بتاعنا دوت، وشوية خضروات كده بتطلع معانا لذيذة جدا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي ياريت تشرفوني وتشتركوا وتضغطوا لايك، ويلا مع بعض نشوف الطريقة. هنا في حلة على النار هحط شوية من الزيت النباتي كده، وعندي بصلة متوسطة، أي يعني عموما على حسب الكمية اللي احنا هنعملها. حطيت بصلاية متوسطة كده، هقلبها يعني دقيقة. وبعد كده عندي فلفلة خضرة. لو الفلفل الحراق هتبقى حلوة جدا، اللي هو الحامي دوت. لو انتوا بتحبوه يعني هتبقى حلوة قوي قوي، بس عشان عندي أطفال فبحط الفلفل البارد كده. تمام، برضو دقيقة كمان كده بقلبها، وبعدين وراها شوية كده من الجزر. الكميات حسب الرغبة، مكعبات صغيرة كده برضو. وبعدين عندي آخر حاجة كده فص الثوم. فص الثوم دوت يعني نص دقيقة بقلب بس ريحته تبان كده. وبعدين هنزل بكوباية من العدس الأسمر دوت، أو العدس بجبة كان منقوع ساعة. بقلبه بقى مع الكلام ده على طول. وبعدين عندي البهارات بتاعتي، واحدة كده من مرقة الدجاج، وشوية ملح وفلفل اسود وبابريكا، وعندي كمون، وشوية صغيرين من الحبهان المطحون كده. تمام، هقلب الكلام ده كله مع بعض برضو كده نص دقيقة ولا حاجة. وبعدين هنزل بطماطمية كده كبيرة معصورة من غير مية ولا اي حاجة. نضربها كده في الخلاط او في الكبة وخلاص على كده. هقلب بقى الكلام ده كله تاخد غلوة تغلي بس كده دقيقة او دقيقتين. وبعدين هنزل بالمية كمية، بغطي طبعا الخضروات بتاعتي بشوية كده واسيبها بتغلي. اول ما غليت هغطيها بقى شوية، يعني 5 دقايق كده، لان اغلب الحاجة فيها بتستوي بسرعة. وبعدين في الاخر عصرة ليمون. انا كده خلاص هبدأ اطفي. وحبة من الكزبرة الخضراء، ممكن برضو بقدونس، بس الكزبرة بتبقى احلى. خلاص انا كده طفيت عليها كده. تمام، بقت جاهزة عندي. شوربة لذيذة جدا مشبعة جدا، ممكن وجبة متكاملة لوحدها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبتدفي في الشتاء. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله هقدمه. شكرا.